السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غنحضروا جميع الوصفة ديال البيني، تيجيو خفاف بنان، يعني واحد البنة خطيرة، والمهم ناشفين وخا مقليين ما فيهمش قطرة ديال الزيت. يلا جميع نشوفوا المقادير. بالنسبة للمقادير هما هادو: غادي نحتاجو بيضة متوسطة الحجم بحرارة المطبخ، غادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، عندنا هنا 2 معالق كبار ديال الزيت النباتية، 2 معالق كبار ديال سنيدة، كاس ديال الحليب يكون من الأحسن كامل الدسم، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات البيكين باودر، وهنا عندي 2 كيسان ديال العنبة ونص ديال الدقيق الابيض، وساشية ديال سكر فانيليا. كيف ما تشوفوا المكونات قلال متوفرين في اي منزل، يعني شي حاجة سهلة وبنينة ان شاء الله. يلا نبداو. عندنا هنا هذا الوعاء تنقولوا ليه بانيو غادي نخلط فيه. هنا وضعت الدقيق الابيض اللي عندي، اللي كما قلت لكم 2 كيسان ونصف عنبه ديال الدقيق الابيض. غنضيفوا عليهم هذوك 2 معالق كبار ديال سنيده، تنضيفوهم. من بعد تنضيفوا زيت النباتيه حتى هي 2 معالق. ضروري نذكركم بالمقادير باش ما تحتاجوش ترجعوا اللور الفيديو. عندنا معلقه ديال الخميره الفوريه ديال العجين، تنخدموها باش نعجنوا الخبز. زوينه هذيك الخميره، يعني تتخمر بواحد الطريقه بالنسبه لي انا مزيانه. هنا ساشيه ديال الفاني تنضيفوها حتى هي. تنضيفوا الملح على حسب الذوق ديال كل واحد، انا بالنسبه لي انا ضفت معلقه صغيره. تنضيف البيضه حتى هي، تكون من الاحسن بحراره المطبخ، وتنخلطوا الكل. تندمجوا هذيك البيضه مزيان، تندمجوها مع داك الخليط، تدمج مزيان مزيان مزيان، تخلط. تبان لينا انها ما بقاتش باينه هذاك المح ديال البيضه. من بعد تنشدوا الحليب تنكبوه وتنستمروا في التخليط باش تجمع لينا العجينه. تبقاو نخلطوا مزيان. هي في الاول غادي تحسوا بها انها دايره معلكه، هي من الاحسن تكون معلكه حيت من بعد غادي تجمع. من بعد غادي نكمل الخدمه بيدي. هنا غادي ناخذ معلقه صغيره ديال البيكين باودر، خميره الحلويات، نزيدها حتى هي، وغادي نكمل الخلط بيدي من الاحسن. يعني غادي نجمعو هكذا، تتجمع لينا العجينه مزيان 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 مزيان. وهنا النتيجه شي كي ولات، يعني عجينه رطبه. غادي نسرحها في هذاك الوعاء، نحط من تحت منها شويه دقيق ابيض، ونغطيها بالبلاستيك الغذائي باش نخليها ترتاح. في الاول غادي نخليها ترتاح 15 دقيقه، يعني ما غاديش تختمر، ولكن نخليها ترتاح باش تلين هذيك العجينه. المهم هنا غلفتها مزيان مزيان كما تتشوفوا معنا في الفيديو. هنا من بعد ما ارتاحت، اكيد دازت 15 دقيقه، غادي نعريها تاني، وغادي تشوفوا انها شتي كي ولات لينه. غنشد معلقه كبيره ديال الزبده، من الاحسن الزبده تكون جوده زوينه، وغادي نديرها في وسط هذاك العجين. غادي نبقى ندمجها معاه. ومن الاحسن نصيحه تكون هذيك الزبده يعني بحراره المطبخ، يعني تكون دايبه تقريبا. هنا دمجتها مزيان، دلكت هذيك العجينه، يعني تتولي العجينه زوينه، تحسي بها رطبه. وتنغلفها تاني وتنخليها ترتاح تقريبا 30 دقيقه. هنا ارتاحت لينا مزيان، هانتوما تتشوفوا يعني اختمرات شي كي ولا رطيبه العجينه، يعني سهله في التسرح. فرقتها على 3 ديال الكويرات، يعني تقريبا موين. هنا تنقد كل كويره قديتها مزيانه باش تجيني سهله انني الا بغيت نسرحها فوق البلون ديال الطرافاي اللي كاين عندي تما. هنا سرحتها بالاستعانه اكيد بالدقيق الابيض، حيت باش ما تلصقش لكم. هنا راه ما عنديش القطاعه الصراحه استعنت بهاد الغواقه ديال واحد القريعه عندي، واللي عندها القطاعه من الاحسن الصراحه.
تندير هنا درت شكيلات هي صغيورين ما درتش كبار، وتنشدهم تنحطهم في هذا اللاطف نفر شتا عليه زويف يكون نقيقي بحال اللي تديروا فيه الخبز. سرحتهم، كملت هذاك تقريبا العجينه عندي اللي عندي كامله كلها قطعتها وسرحتهم. هانتوما راه تشوفوا بعد ما كملت الكميه العجين كامله اللي عندي وتنغطيهم بزيف نقي باش يرتاحوا ويختمروا على خاطرهم. حنا خمروا لينا، حسينا بهم انهم خمروا مزيان. تنسخنوا الزيت، من الاحسن تكون المقيله عامره بالزيت، يعني ماشي عامره حتى الفوق، المهم فين يطيبوا وتكون سخونه مزيان. من بعد نحطوهم، حيت اون فوا غادي تحطيهم غادي يبداو يتنفخوا. انا بديت تنستف، ما اكيد تخلي بيناتهم شويه اتساع باش يطيبوا على خاطرهم. المهم نكمل هذوك العدد اللي يقدر تهزو هذيك المخله ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. والعافيه تكون بين وبين، ما تكونش مرتفعه بزاف وما تكونش تاني حاضر بزاف باش ما تحرقش الزيت. نحركوهم مزيان. نتوما تشوفوا كيفاش يتنفخوا تبارك الله. دزت واحد المعلقه باش نعاونهم باش ندير لهم بحال شغل سفنج. تشدي معلقه الزيت وتبداي تكبي من الفوق، هذيك الزيت تكون سخونه تتعاون انه هذاك تتنفخ هذيك العجينه. سبحان الله العظيم. في هذا الاثناء تنتسنى انه هذاك الوجه اللي لتحت يتحمر، ما يتحمرش ثاني بزاف يعني تتحرق، تحمر على حسب نتيا كيفاش باغا يكونوا طايبين. تنتسناهم يطيبوا، من بعد غادي نبداو نقلبوا فيهم، نشوفوا اللي طابت راه نقلبوها، اللي باقا خاصها طياب راه نخليوها تكمل. وهكذا نقلبوا كاع هذوك اللي بينين اللي عندنا كاملين بوحده بوحده، وتنستمروا على الطريقه هذه تنكملوا كاملين هذوك العجينه اللي عندنا. هنا غادي نهز بالنسبه اللي سميتو اللي طابوا غادي نهزهم، واللي ما طابوش غادي نخليهم طبيعه الحال ونضيف حداهم الاخرين العجينه اللي باقا عندي باش حتى هي تاخذ حقها في الطياب. واحده مع الزيت هنا راه تنهز انا بيدي. كاين اللي تيكون مولف انه يخدم في حاجه سخونه تيوليو متعودين يديها، اما بالنسبه اللي ما مولفاش ولا اول تجربه لها ممكن تحرق. المهم كل واحد تيدير اللي مسلكو، ولكن الاحتياط من الاحسن، الاحتياط احسن. هنا غادي نحط العجينه كامله نكملها تقريبا. انا راه في الفيديو كملت العجينه كامله، ولكن راه بطبيعه الحال ما عادش تبان كلها، غادي يجي الفيديو طويل بزاف. المهم انا خديت يعني المرحله باش نبين لكم الطريقه كيفاش طابوا كيفاش خرجوا، باش تاخذوا فكره، باش حيت الا شفتي كيفاش الطريقه كامله ما الانسان تيعرف شنو ما تيتلفش، ماشي بحال شي حاجه غامضه كيفاش طيبتها كيفاش خرجت. وتنكملوا الكميه المتبقيه بنفس الطريقه تنساليهم كلهم. هنا النتيجه النهائيه كما تشوفوا تبارك الله. حطيت هنا 3 يعني تقريبا باش كل نوع زوقته بواحد الشكل. هنا النوع الاول درته بسنيده، الطريقه العاديه اللي كنا تناكلو في البحر ايام الطفوله. هنا بالشوكولا، درت لهم شوكولا عادي راه تتباع في المحلات التجاريه، وهذوك درت لهم الكراميل حتى هو تنشري من المحلات التجاريه. هذاك يعني تعطي واحد البنه زوين، ممكن ديريه من الداخل وممكن ديريه من برا، ماشي مشكله حسب الرغبه انت اش بغيتي. هنا غادي نوريكم من الداخل تبارك الله شتي كي دايره كي القطن، عرفتي رطيت برطيت بواحد المذاق رائع. زعما جربوها وردوا لي الخبر، والاهم انها سهله وزوينه بالصحه والراحه.